المهرجان دايما في لجان، ولجان هذه لجان مشاهده كلها موجوده من النقاد ومن الكتاب ومن الصحفيين والفنانين، بيشاهدوا الافلام، بيقدموا لنا تقارير، وبالتالي انا ببحث دايما في الفيلم عن الجديد، ما هو الجديد في التصوير، ما هو الجديد في الكتابه، ما هو الجديد في اخراج الفيلم، الاداء، كل دي نقاط مهمه جدا في اختيار الفيلم. لازم يكون جديد في كل شيء، لازم يكون مختلف. احنا بنبحث عن هذا. كمان احنا بندور باستمرار على ثقافات مختلفه، يعني لازم نجيب ثقافات من جميع انحاء العالم. بيجي لنا من الشرق ومن الغرب، وبيجي لنا من دول زي اوروجواي واوروجواي، زي ما بيجي لنا من كوريا ومن اليابان. فده اللي بيهمني دايما، ان الثقافات تبقى جايه لنا في خلال 10 ايام اللي هي فتره المهرجان. المشاهد يتفرج على ثقافات مختلفه ما بيشاهدهاش طول العام يعني. الحقيقه كانت صدمه، لان الوفاه كانت سريعه جدا، يعني لم تستمر بمده طويله، وكانت اثناء الاعداد للمهرجان، فكنت في الحقيقه يعني الاحاسيس كانت ممزقه جدا، لان انا لازم اعد المهرجان اعداد جيد، وفي نفس الوقت كان لازم ابقى الى جواره، فكانت ايام صعبه جدا. وسايب ذكرى جميله.